قوة صلاة الزوجة للكاتبة ستورمي أومرتيان. قوة صلاة الزوجة مش وسيلة للسيطرة على الزوج، لكن هي الاتكال على قوة الله لتغييرك وتغيير زوجك وظروفك، وهي طريقة لدعوة الله لحياة زوجك من أجل نعمة أكبر ليه وليكي. دي الجملة اللي ابتدت بيها الكاتبة كتابها، ووضحت إن الزواج المشبع في ظل التحديات وضغوط الحياة بقى حلم صعب تحقيقه، لكن الله بيصر أنه يحقق الأمور الصعبة لو طلبنا منه. وشاركت الكاتبة بأن في أول زواجها لما ظهرت الخلافات بينها وبين زوجها كانت الصلاة مش أول حاجة بتيجي في بالها، لكن كانت ملاذها الأخير. بتوضح الكاتبة أن إبليس عامل خطة لكل زواج عشان يهدمه، لكن إن كان جوازك مهم بالنسبة ليكي فعلني بصوت واضح: مش هسمح لإبليس إنه يهدم جوازي، مش هسكت وأنا شايفة حاجز بيتبني بيني وبين زوجي، مش هسمح لعدم الغفران والجروح والاختيارات الغلط إنها تهدم اللي بنحاول نبنيه. وثقي إن تأثير صلاتك لزوجك أكبر بكتير من تأثير صلاة أي شخص ليه، لأنك أنتي وزوجك جسد واحد في نظر الله. الصلاة للزوج في البداية ممكن تكون صعبة، خصوصاً لو مجروحة ومتألمة منه ومش قادرة تغفري له، وعشان كده محتاجة إنك تطلعي المشاعر دي قدام ربنا الأول قبل ما تبدأي في الصلاة لزوجك. كوني صريحة مع الله بخصوص مشاعرك تجاه زوجك، واطلبي من ربنا إنه يغيرك الأول، بإنه يحررك من كل مشاعر الغضب والانتقام والمرارة وعدم الغفران. يمكن يكون اعتراضك إنك مش أنت اللي محتاجة للتغيير، لكن الخضوع من قلبك والموت عن الذات بالتخلي عن جروح الماضي والمرارة والكراهية والغضب هو أول الطريق للحياة. ووضحت الكاتبة إنه بيحصل أمر مدهش لقلوبنا لما بنصلي لشخص، فالقساوة بتدوب ونقدر نتجاوز الجروح ونغفر ونحب الشخص من تاني، وده أمر معجزي، لأن لما بندخل محضر الله بيملانا بروح محبته. ولما بتصلي لزوجك هتزيد محبتك ليه، وهتلاقي أوقات إن الأمور اللي كانت بتسبب خناقات ما بقتش تعمل كده. وقالت الكاتبة أمثلة لأمور تصلي من أجلها لزوجك. أهم أمر إنه يعرف الرب معرفة حقيقية ويقبله مخلص شخصي لحياته. فلو كان زوجك غير مؤمن صلي لأجله حتى لو ما حصلتش استجابة لوقت طويل، لأن صلاتك مش هتضيع. وإن كان زوجك مؤمن صلي إنه ينمو في علاقته مع الله ويعرفه أكتر وأكتر، ويزيد إيمانه بكلمته ووعوده وطرقه وقوته، ويعيش بيستمتع بحضور الله دايماً. صلي من أجل حماية على ذهن زوجك من كل أفكار سلبية أو شريرة أو غير نقية، وإنه ما يصدقش أكاذيب إبليس ويقاومها بكلمة ربنا ووعوده، وإنه يقدر يميز بوضوح صوت ربنا ليه، وإنه يختبر تجديد الذهن. كمان صلي لزوجك إنه يعرف هدف حياته ويدرك مين هو في المسيح، ويصبح الراجل اللي خلقه الله عشان يكون عليه، ويعرف مشيئة الله ليه، وإنه يعمل كل عمل صالح قد سبق الله فأعده ليه، ويكون مثمر في الملكوت. قالت كمان الكاتبة إن المهم تصلي لزوجك إن ربنا يديله حكمة في كل قرار بياخده، وإنه يميز صوت ربنا وإرشاده ويطيعه، وإن ربنا يحميه من مشورة الأشرار، وإنه يسلك بالاستقامة بقيادة الروح القدس رغم ضغط العالم. وكمان مهم إنك تصلي لأجل حماية لزوجك من أي مرض أو خطر أو حوادث، وإن ربنا يحفظ صحته ويحفظه في خروجه ودخوله، ويحرره من كل قيد للخطية بتدمر حياته وصحته. وكمان من المهم إنك تصلي لأجل إنه يعرف يرتب أولوياته، وأن يكون الله أولاً رغم مشغولياته، وتكوني أنت والولاد أولوية عن شغله وأصحابه وأنشطته التانية. إنه يكون أب صالح لولاده شبه الأب السماوي، وإنه يكون عنده حكمة في تربية أولاده، ويكون في اتفاق بينكم في طريقة تربية أولادكم وتكملوا بعض. وصلي إن ربنا يحفظ زواجكم من الإهمال والأنانية ومن خطط إبليس، ويشفي جروح الماضي، وإنه يزيد حبكم لبعض كل يوم، وإن ربنا يساعدك تحافظي على بيتك كمكان يفرح زوجك إنه يرجع ليه. صلي لأجل شغل زوجك، إن كان بيبحث عن شغل صلي إن ربنا يفتح ليه باب ما يقدرش إنسان يقفله. ولو كانت عنده حياة مهنية صلي إنه يكون عمله ناجح ومشبع وبيسدد الاحتياج المادي، وإنه يكون في المكان اللي ربنا عايزه يكون فيه، وإن ربنا يقوده للأشخاص المناسبين
سواء زملاء عمل أو مديرين، وإن ربنا يساعده يعمل توازن بين شغله وبيته وأولاده. صلي للأمور المالية، وإن يكون زوجك بيحط كل موارده المالية بين إيدين ربنا، وإن يكون ربنا المسؤول عنها، ويكون زوجك وكيل أمين عليها، وإنه يدي المحتاجين، ويكون حكيم في التعامل مع المال وطريقة إنفاقه، وما يبقاش المال إله ليه بيسيطر عليه. صلي لأجل حماية لزوجك من الشر اللي في العالم، من الإدمان بأنواعه، مخدرات، كحول، مواقع إباحية، جنس، إن ربنا يديله الشجاعة إنه يرفض الشر ويهرب من التجربة ويسلك بالروح. وفي الآخر بتقول الكاتبة: افتكري إن القوة اللي أقامت يسوع من الموت هي نفس القوة اللي هتحيي الأماكن الميتة في جوازك وتعيد ليه الحياة، وده بيحصل بصلاتك لزوجك. كل اللي عليكي إنك تحاربي في الصلاة وما تستسلميش حتى لو الاستجابة هتاخد وقت، لكن ثقي إنه يوجد رجاء طالما بتصلي. الكتاب مليان بالصلوات، بنشجعك تقريه وأكيد هتستفادي أكتر. ربنا معاكي.